لو حابين تاكلوا أكلة متحبشة شوية، مفيش أحلى من المكرونة بالكبدة. سهلة وسريعة وأكلة طعمها خطير. لازم تجربوها لو ما جربتوهاش قبل كده. وأول حاجة في وصفتنا النهاردة طبعا بنسلق المكرونة، وبعد كده في الطاسة بنحط زيت. والخليط اللي هستخدمه لتتبيل الكبدة النهاردة فلفل، هكتبه لكم طبعا تحت الفيديو، فلفل ألوان وفلفل حار وتوم وليمون ومعلقتين خل. هقلبه كويس على النار، وبعد كده هضيف الكبدة، وبعد كده هنضيف التوابل وهكتبها لكم برضو تحت الفيديو. ملح وفلفل وكمون وكزبرة. هنقلبها كويس مع بعض. هفضل اقلب الكبدة مع التوابل والخليط ده كله لحد ما خلاص كده تستوي، هي كده دخلت في السوا. ممكن نضيف فلفل الوان، وكمان بحب اضيف عصير ليمونه عشان نستفيد بكل فوائد الكبده. كده خلاص الكبده بتاعتنا استوت. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. هنسيبها على جنب، وبعد كده هنعمل المكرونه. لو عايزين تحبشوا المكرونه شويه، معلقه من الثوم هنقلبها في الزيت. هنقلبها كويس لحد ما تبدا تاخد ريحتها، وبعد كده هنحط عصير الطماطم او صلصه الطماطم الجاهزه اللي حابين نستخدمها. انا استخدمت صلصه جاهزه. هسخنها كويس وهضيف ملح وفلفل واكيد رشه السكر، وهنضيف المكرونة وهنقلبها كويس مع بعض. عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة. كده خلاص كل اكلتنا جهزت واستوت. هنبدأ نقدم الاطباق. هنضيف المكرونة ونحط عليها الكبدة من فوق. جربوها ومتأكدة هتعجبكم.